السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم عن تمرين مهم جدا ومفيش حد في الجيم ما عملوش. تمرين عضلة الباي اللي أغلب الشباب بيهتموا بيها لأنها بتديك شكل وامتلاء للدراع. أول حاجة تمرين الباي من أقوى طرق تمرين الباي. ليه؟ لأنه بيسمح لك تشيل أوزان أعلى، وده بيحط تحمل قوي جدا على العضلة. الفوائد بتاعت تمرين الباي هي بتديك قوة في الرفع، وبتضخ دم سريع للعضلة، ومناسبة لزيادة التدريج في الوزن. بيشتغل على الراس القصيرة والراس الطويلة، بيساعدك تبني كتل عضلية أكبر في وقت أقل. نصيحة مني، حافظ على ظهرك وخليه ثابت، ما ترجعش بالوزن لورا عشان الوزن ما يروحش في حتة تانية ويبقى مركز في مكان تاني. اما ظهرك لو ثابت هيبقى الوزن مركز على العضلة. تاني حاجة تمرين الباي بالدمبل، والدمبل هو بيكمل للبار، مكمل للبار. تاني حاجة تمرين الباي بالدمبل، الدمبل مكمل للبار وبيشتغل العضلة بطريقة مختلفة. فوائد بقى تمرين الدمبل، بيصحح الفرق بين الذراعين، كل دراع انت بتديله القوة، مدى حركي اكبر، تركيز اعلى على كل دراع لوحده، تحكم افضل في العضلة، بيقوي العضلات المساعدة والتوازن. نصيحة، ارفع الدمبل براحتك ونزله على البطيء، النزول اهم من الطلوع في بنيان العضلة. خلاصة سريعة للفيديو، البار يساوي قوة زائد اوزان اعلى زائد كتلة عضلية، الدمبل توازن زائد تركيز زائد مدى حركي اكبر، والاتنين يكملوا بعضهم في البرنامج او في التمرين. نصيحة مني ليكم، اهم حاجة التكرار، وساعتها هتشوف شكل الباي بيكبر قدام عينيك. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.